تمام. سيدات الاهلي فازوا على الزمالك دلوقتي 2-1، وفي لاعيبه اسمها مكونيه عامل بيرسي تاو دي ولا ايه مش فاهم. شكلها تاخد 6 مباراه. ما علينا. تصريحات الكندوسي وتصريحات الكابتن محمد رمضان، زائد كمان لجنه انضباط الاهلي بين قوسين فقط، زائد احتفالات اداره الزمالك ولاعيبه الزمالك وجمهور الزمالك الاوفر اللي هتخلي ان شاء الله حافز للاعيبه الاهلي. اول حاجه نتكلم فيها النهارده تصريحات الكندوسي. بصوا، لو تفتكروا، وكيل بتاع يحيى عطية الله كان طلع وقال تصريحات كده ملهاش لازمه، والناس طلعت من النادي الاهلي كذبته، وقعد يقول ان مفيش حد بيروح الاهلي، مفيش لعيب بيروح الاهلي يمضي لما لازم يعدي على كذا وكيل وكده، والموضوع اتغطى والموضوع عدى وبعد كده كدبناه وخلاص. الغريب ان القندوسي اللي هو اصلا في ذمه الاهلي دلوقتي طلع قال التصريح ده، باستثناء بقى لحته اللي هو خلاص هو كده شكله مش هيخش النادي تاني، دي اول نقطه. بس في بقى احنا بقى كجمهور الاهلي احنا ما بنحبش الغلط، تمام؟ والغلط غلط، فاحنا عايزين تحقيق على اللي بيحصل ده. وانا مش هقول بقى امير ومش امير ومدير التعاقدات والجو ده، لا لا لا، مش هتكلم كلمه. المسؤول الاول بالنسبه لي هو مين؟ الكابتن محمود الخطيب. لازم تحقيق عاجل عاجل في حيثيات الموضوع ده. بيقول لك اللعيب ما بيخشش الاهلي، ده كندوسي اللي قال كده، اللعيب ما بيخش الاهلي من يعدي على كذا وكيل عشان ياخد العمولات. ما فيش لعيب بيخش الاهلي ويكون سليم، دي برضو حته انا مش فاهمها قوي يعني. بالعيد ده كان هيجي الاهلي، وكان احنا نصحناه كلنا ان احنا يروح الاهلي، اعظم نادي في افريقيا، وكل الجزائريين كلهم نصحوني يروح الاهلي، وما مضاش بسبب القصه دي. انا بقى كاهلاوي اقعد افكر كده في تصريحات قندوسي. طب يا جماعه صحيح ده كل مره لما يكون في صفقه ما تتمش يقول لك عشان خاطر النادي صاحب الفريق صاحب اللاعب ده بيغلي السعر. اجي بعد كده الاقي اللاعب ده راح مع نادي تاني بسعر اقل من اللي احنا اصلا كنا متفقين عليه. فدي بتحصل على بالنسبه لي علامه استفهام، وانا بقولها لك ايه هي علامه استفهام. تمام. والصفقات اللي فاتت قبل كده كلها انا معتقد لو كلام القندوسي صح، لو كلام القندوسي صح، عشان برضو دي اسمها ذمم، ما ينفعش نذم حد. تمام. لو كلام القندوسي صح يبقى كده فعلا في كوارث وفي مصايب. فمش هتكلم عن الموضوع ده كتير، لازم تحقيق عاجل من الخطيب في الموضوع ده بمساعدة الكابتن محمد رمضان، علشان احنا كيوتيوبرز ما ينفعش نطلع نتكلم في حاجة هي اصلا بالنسبة لنا مبهمة. فاهمين قصدي؟ اكيد الكلام ايه واضح. الكابتن محمد رمضان قلت لكم اول ما القرار نزل، لما مجلس الاداره النادي الاهلي قررت ان هو يكون مدير الكره للنادي الاهلي، قلت لكم الراجل ده صارم وما بيظهرش على السوشيال ميديا كتير، بس هو ظهر طلع معاه شبانه عشان خاطر يغلط البقى ايه الاخبار اللي غلط اللي عماله تتقال والاخبار الفيك والهبد اللي عمال يحصل. ليه بقى؟ انت عندك طلع قال ايه؟ لا مفيش حد. مين اللي قال ان انا اصدرت عقوبات اصلا على لعيبه الاهلي؟ هو اصلا انا قعدت معاهم شفتهم اصلا عشان اصدر عليهم عقوبات؟ هو عنده حق، هو صريحي، هو الصراحه هو لسه ما عادش معاهم، فلازم يقعد معاهم الاول عشان يوريهم اللوائح اللي هو كتبها والحاجات اللي هو قايلها، ونتفق يا جماعه تمام امضوا علشان بعد كده انا اخصم. لكن ما فيش حاجه اسمها 800,000 في الظهور المناسبات ومليون ونص في الهبل وكل ده طلع هاكس. عشان تعرفوا قلت لكم يا جماعه ما تشوفوش اي خبر عن النادي الاهلي الا لو رسمي خرج رسمي من النادي الاهلي، غير كده عباره عن انا مش عايز اقول اجتهادات، هي عباره عن هبدات بتحصل من السوشيال ميديا عامه يعني. حتى بيقول لي لشبانه مين اللي قال كده، فشبانه بيقول له هو سكت، بيقول له هو مصر كلها بتقول كده؟ لا مفيش، ما حصلش الكلام ده. حته بقى انه ان محمد رمضان الكابتن محمد رمضان يكون موجود على الدكه، كذا حد قال هيقعد على الدكه و500,000 حد قال مش هيقعد على الدكه. انا كحمدي وكواحد اهلاوي لا انا عايز يقعد على الدكه عشان خاطر حد طلع متعصب راح رمى ازازه الميه مش عارف ايه. الحاجه دي لازم يشوفها بعينه، ما تتحكلوش، مش في قاعده على التلفزيون في تكييف هيعرف يدي قرار. فانا شايف ان هو لازم يقعد على الدكه، وهو قال كده انا هقعد على الدكه لفتره معينه لحد ما الاقي الدنيا ستيبل، بعد كده مش هقعد في الدكه. بس انا شايف ان هو هقعد في الدكه كتير، لازم يقعد في الدكه كتير، ودي حته مهمه جدا يعني. الحته المهمه اللي هو قال عليها كمان اللي احنا هنتكلم فيها في اخر الفيديو اللي هو الصفقات. هو جه يتكلم على الصفقات وقال لا احنا هنعمل صفقات وهندعم الصفقات وهنعيد تفكير تاني في حته الصفقات دي، ودي حته ممتازه. انا عايز اقول لكم تصريحات القندوسي زي ما عكرت المود بتاعنا. هو محمد رمضان طلع صراحه صحح
الاوضاع وطمنا احنا انا في ظهر الكابتن محمد رمضان. محمد رمضان يا جماعه اطمنوا بكلام مني انا، كلام من الناس القديمه اللي بتشجع الاهلي. محمد رمضان راجل صارم صارم صارم، وهيربط المعوج زي ما بيقولوا. تمام. لجنه الانضباط بين قوسين لجنه انضباط الاهلي فقط. طيب جوميز يا جماعه اخباره ايه؟ فين عقوبته؟ عبد الله السعيد بعد مباراه المصري الزمالك والمصري فين العقوبه؟ طيب فين عقوبه مروان حمدي اللي شتمنا؟ لا والله احنا مش شايفين الكلام ده كله، احنا هنعاقب مجلس اداره الاهلي. نعم، اصلا ما نزلوا بوست كده مش تمام بعد بيراميدز، فيعني احنا هنعاقب مجلس اداره الاهلي. اصلا انتوا مش شايفين حد غير الاهلي؟ يعني انتوا مش شايفين حد غير الاهلي؟ الشحات يتنفس عقوبه، الكهرباء يتنفس عقوبه، اي حاجه تحصل مننا عقوبه. انتوا مش شايفين ده غيرنا احنا بس؟ يعني الكوارث اللي بتحصل دي ايه اخبارها ايه؟ فين؟ وشوبير يطلع يقول لك اصل مروان حمدي خد عقوبه 6 مباريات ولا مش عارف 6 شهور ولا مش عارف ايه، ما تفهمش. طب هو عبد الله السعيد بيقول لك اصل هياخد عقوبه 5 ساعات. ايه يا جماعه اللي احنا فيه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ عشان ما تجيش بقى ايه من الناحيه الثانيه مؤامرات، مشاكل عندنا احنا بس، النادي الاهلي مدعوم. فين يا باشا المدعوم؟ فين؟ احنا بنعاقب بس من اقل شيء بنعمله. القط عندنا بجمل، القط عندنا بجمل عند لجنه الانضباط، لكن الزمالك ولا اي فريق تاني يعمل اي كوارث الجمل عندهم بقطه. مفيش اي حاجه يا جماعه، علشان دماغنا ما تروحش بعيد. بعد اذنكم العدل، انا مش عايز حاجه، ولا عايز تيجي عليا ولا تيجي على غيري، ولا تظلمني ولا تظلم غيري. اي حد لعيب هيجي على او هيعتدي او هيعدي الخطوط اللي فيها الادب، تمام، ويعدي الخط الاحمر، اي لعيب بقى لابس اي تيشيرت يتعاقب. لكن اللي شايفينه ده لا مش صح، مش صح. وخدوا بالكم الخطيب دلوقتي مش عايز يبعد يقول لهم انا مش هلعب السوبر لما اشوف العقوبات الاول، لا انا عايز العب السوبر. هم ماسكيننا من الحته دي. ما علينا. في مد الحاجه، في حاجه كنت عايز اقولها برضو. الحاجه الثالثه اللي هم مدوا فتره القيد لحد يوم 25 اكتوبر، وفي كمان هيفتحوا القيد كمان من يوم 1 لحد 10 يونيو في سنه 25 2025. حط جنبهم كمان تصريحات محمد رمضان يبقى اطمن بقى، لان محمد رمضان قال هندعم. انا كل اللي انا عايزه مهاجم وجناح ودفاع، لعيب 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 بس. يا عم ماشي، واحد في المهاجم واحد بس، واثنين في الوينج او اتنين في الجناح، ولو فكرت الدنيا زنقت معاك هات حد مدافع. مش عايز حاجه تانية غير كده بس. نخش في اخر موضوع بقى، الاحتفالات الاوفر والكاس السوبر الافريقي اللي لف بيوت لعيبه النادي الزمالك كلها، ولغايه دلوقتي ما دخلش نادي الزمالك اصلا. يعني هو اصلا المفروض اصلا اللي خد البطوله دي الزمالك مش اللعيبه. ما علينا يعني. تمام. بيقول لك بيتصوروا دلوقتي مع الكاس الصوره ب 50 جنيه. ما علينا. بخلاف ان ده حرمان وكده مالناش دعوه، احنا بنتكلم في حاجه ثانيه بقى. لعيبه الاهلي اخباركم ايه؟ كويسين؟ الغلطه اللي غلطها احمد بلال هم بيغلطوها دلوقتي، بيغلطوها جامد كمان، مقفرين قوي. واحد ب 20 وربع بقرش وحاجات كده ملهاش لازمه. فاحنا عايزين نرد بقى في الملعب. انا مستني السوبر المصري بفارغ الصبر، تمام، عشان نرد في الملعب كمان. ايه ده؟ مش برجوله بس، انت هترد برجوله وترد فنيا، ومش عايز اقول لك كمان عايز كور. يعني احنا عايزين تنزلوا تاكلوا النجيله وتبلعوا السوبر كده. تمام. اتمنى ان يكون ده حافز قوي 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 للعيبه الاهلي. تمام. وان شاء الله تعدي على خير، واراك ضاحكا. سلام.